السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حتة وصفة عظمة عظمة عظمة، واكلة حرشة الكل بيحبها، الكبير والصغير. وبنشتريها من بره بفلوس كتيرة قوي، بس احنا هنعملها مع بعض بأسهل طريقة وبتكات وحركات اللي بنلاقيها بره، بس بمنتهى النظافة وحاجة مضمونة من عمايل ايدك. بصوا شكلها جميل ازاي على السفرة. بكيلو كبدة عملت أحلى سفرة. يلا بينا نسمي الله ونخش على المقادير بتاعتنا. أول حاجة هعمل الكبدة بالردة. جبت مية بصل، وجبت بصل بودر، وتوم بودر، وكمون، كزبرة ناشفة، وعندي توم دقيته وحطيت له عليه شوية توابل. هوريكم دلوقتي حطيت له ايه. وطبعا بطل الوصفة بتاعتنا هو الكبدة. عشان اعمل مية البصل ببشر البصلاية وبحط عليها شوية ملح، بسيبها شوية وبعد كده ببدأ أعصر. أنا عايزة المية بس. التفل ممكن أحطه في الفريزر واستخدمه في أي وصفة تانية، طبعا مش بنرميه. بصوا التوم بقى، أنا حطيت عليه كمون، وحطيت عليه شوية كزبرة ناشفة، وحطيت عليه كمان معلقة ليمون. عصرت ليمونة، صح. وحطيت شوية شطة، بالظبط كده. وأدق كل ده مع بعض. الكبدة بتحب قوي الليمون والكمون والكزبرة. ما بتحبش الفلفل، يعني الفلفل الاسود ما بنحطلهاش خالص، او لو عايزة تحطي بتحطي حاجات بسيطة جدا. الكبدة بتاعتي بقى، اول حاجة انا لما هشتري الكبدة اللي هعملها بالردة لازم تكون رقيقة. تاني حاجة انا بشيل كل الجلد او الحروف اللي موجودة دي. ليه بشيلها؟ لان هي لو فضلت بتبقى الكبدة مكرمشة وهي بتتقلي في الزيت، لكن انا شايلاها. بصوا مفيش اي حاجة. نبدأ بقى نسمي الله. نحط الكبدة بتاعتنا وهنحط عليها مية البصل، بالظبط كده. وهنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي ايه هي؟ كانت الكمون والبصل والثوم والكزبرة، كل ده هنزل بيه. وطبعا منساش شوية الملح. هقلب كل ده مع بعضه واسيبه. بعد كده اسيب الكبدة بقى تاخد وتدي مع ايه؟ مع التوابل ومع الليمون ومع كل الحاجات اللي احنا حاطينها دي، واركنها شوية. بالظبط كده. كده زي الفل. بتقولي سيبيني بقى شوية عشان ايه؟ الطعم بكل الحاجات الجميلة دي. عقبال بقى ما الكبدة نخلصها وترتاح شوية وتطعم بكل ده، يلا نعمل الكفر اللي هنغطي بيه الكبدة. عندي كوبايتين من الردة، طبعا اكون نخلاهم واكون متأكدة من نظافتهم. كوبايتين ردة. واول تكة معايا هي كوباية الدقيق. ما ينفعش احط ردة بس من غير دقيق، لان الدقيق بيفتح لون الكفر ومبيخليهوش غامق. وعندي كمان كام معلقة نشا بتخليها مقرمشة وجميلة، ولونها بيطلع ذهبي ورائع. منساش بقى التوابل بتاعتي. لازم الردة كمان اللي هغطي بيها الكبدة تكون عليها شوية توابل، نفس التوابل اللي حطيتها. شوية شطة، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح، وطبعا البصل بودر والثوم بودر. قلب كل ده، قلب قلب قلب. تمام. يلا بينا. بعد ما الكبدة ارتاحت، بصوا شكلها، نحطها بقى في الكفر بتاعنا الجميل ده. ما تدوسيش عليها قوي، هو يا دوب بدوس دوسة بسيطة لان دي كبدة هتتهري مني. وعشان الدقيق بلاقي الكفر لزق على طول في الكبدة. حاجة في منتهى الجمال ومنتهى النظافة، ومتأكدة وواثقة فيها 100%. بعد ما هتعمليها بالطريقة دي عمرك ما هتفكري تشتريها من بره تاني. ولادك هيحبوها قوي. شايفين؟ هعمل كل الكمية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حاجة في منتهى البساطة وبتخلص معاكي في دقيقة. بس اروح بقى على الزيت بتاعي، ولازم يكون الزيت غزير شوية، وابدأ ان انا احمر الكبدة. خدوا بالكم ان الكبدة
اللي بالشكل ده ما بتاخدش وقت خالص، لان هي اول حاجه متقطعه شرايح رقيقه جدا، فمش هتاخد وقت في التسويه خالص. هي تقليبه والتانية، وبتاكد ان هي خدت اللون التمام، وبلاقيها طريه، وابدا ان انا اشيلها خلاص كده تبقى استوت. يعني ما بتاخدش معايا 5 دقايق ولا 3 دقايق على النار. بصوا كده تمام، ما بقعدش اقلب فيها كتير. خدوا بالكم التكايه دي كمان. هنا خلاص خدت لون تقريبا من تحت، هبدأ ان انا اقلب فيها بقى. تمام كده. ادي التانية. بصوا بدأت تاخد لون ازاي، مش بتكمل وقت خالص. انت لو سبتيها شوية في النار هتلاقيها شدت معاكي، لكن بمجرد ما بتأكد ان هي خدت لون بطلعها على طول، ما بستناش عليها. بصوا الناحية التانية زي ما قلت لكم، تقلبتين واتأكد ان هي خدت اللون وخلاص. مش عايزة اقول لكم الريحة اللي طالعة وانا بحمرها حاجة في منتهى الجمال. بصوا بصوا خدت اللون ازاي كده، خلاص انا مش هستنى عليها بقى، هبدأ ان انا اشيل فيهم على طول، ما ينفعش استنى تاني. يلا يا رنوشة الحقيها بسرعة وشيليها، بتقولك شيليني انا جاهزة. بصوا عايزة اوريكم اللون، بصوا اللون بقى جميل ازاي. بس كده تمام وفي منتهى الجمال. كده خلصنا كل الكمية وحمرناها. بصوا لا الكفر فك ولا طلع في الزيت ولا اي حاجة، وكان طعمها في منتهى الجمال ونضيفة جدا. يلا نخش على وصفتنا التانية، الكبدة بطريقة رنوشة اللي بالبصل. عندي كبدة متقطعة مكعبات، بحطها هنا، وطبعا هحط معاها شوية توابل بقى بتاعتنا، ومنساش التوم. فاكرين التوم اللي احنا دقيناه؟ هناخد منه جزء كمان ونحطه هنا. بالظبط كده. قلب، ويلا نشوف التوابل بتاعتنا، ويلا نشوف الليمون. طبعا الليمون زي ما قلت لكم طبعا لازم نحط، كبدة يعني ليمون. نعصر الليمونة، في بذر نزل خدي بالك اهو، بشيل اهو، شلت البذر. وبعدين هقلب كل ده مع بعضه، الثوم والليمون اللي انا عصرته. ويلا بينا ننزل بالتوابل، الكمون، الشطة، الكزبرة الناشفة، والبهارات. حطيت شوية بهارات كده صغيرين. هقلب كل ده مع بعضه، وهنزل بقى بالايه، بالمعلقة السحرية بتاعتي، هي الطحينة. حطي معلقة طحينة على الكبدة، عمرك ما هتشمي ريحة زفارة للكبدة ابدا. كبدة مستوردة، كبدة جايباها من اي حتة، عمرك ما هتشمي لها زفارة ابدا. دي المعلقة السحرية بتاعتي، لازم احطها على الكبدة، بتشيل اي زفارة. بديها تقليبة كده، وبعد كده هسيبها برضو تاخد وتدي مع نفسها. يلا نشوف بقية المكونات. البصل قطعته مكعبات كده صغيرة، ودي الكبدة بعد ما حطينا لها التوابل وسبناها شوية. الفلفل مقطعه قد البصل، وطبعا شوية توم، التوم اللي احنا دقيناه وحطينا له التوابل. يلا طاسة على النار، حط شوية زيت، كتري شوية في الزيت، وبعدين هنزل بالبصل، اديله تشويحة كده واخليه يدبل شوية. البصل بتاع الكبدة دي مش هخليه ياخد لون ابدا، هو يا دوب يدبل شوية كده، ويبدأ يدخل في ايه، في لون فاتح كده. بصوا تقلبتين، وبسيبه شوية ياخد اللون اللي انا قلت عليه. طبعا ما انساش الملح. الملح في كل وصفة بيبقى على حسب رغبتك انت، بتقللي بقى بتكتري على حسب، بس طبعا كتر الملح مش كويس. بصوا سبت البصل، خدوا بالكم البصل كده حطيته ايه، لسه يا دوب دبلان. فتحت فتحة كده في النص وحطيت الكبدة، وما قلبتش على طول، سبت الكبدة شوية، وبعد كده بدأت ان انا اقلب. عشان الكبدة لو قلبت على طول بعد ما احطها هتقعد تنزل في مية، وانا مش عايزة ان تنزل ميتها خالص. بصوا حتى الطاسة ازاي ناشفة،
مفيش اي نقطة مية نزلت من الكبدة. هسيبها بقى شوية، ما اقلبش فيها كتير، هسيبها شوية وخلاص. كده تمام. بدأت الكبدة كمان ايه تستوي. وعايزة اقول لكم الريحة كانت طالعة رهيبة. بصوا بصوا، بقول لكم الريحة الله الله الله، جميلة. تسلم ايدك يا رنوشة. بعدين هفتح فتحة برضو صغيرة وهبدأ احط الفلفل. طب احنا ليه ما حطيناش الفلفل في الاول مع البصل؟ لان احنا لو حطينا الفلفل في الاول هيتهري ومش هيبان اي ملامح ليه. لكن كده بصوا لما احطه في الاول بيفضل لونه اخضر وجميل، وفي نفس الوقت بصوا اللون مع بعض عامل ازاي. بصوا بصوا. يلا حضري السندوتش وتعالي بسرعة. حاجة في منتهى الجمال. يا دوب بعد ما بحط الفلفل تقلبتين تلاتة وبسيبها شوية على النار، ويبقى فاضل اخر تركاية واخر سر هقولك عليه. ايوه زي ما انت شايفة ستيفن اب. ايه ده؟ هنعمل بايه؟ هنشربه مع الكبدة ده؟ اه هنشرب الباقي، بس هناخد منه كوباية واحدة بس مع الكبدة. هناخد منه قد كوباية، وهنحطها على شوية توم صغيرين. بصوا بصوا، شايفين الفوران اللي بيحصل ده؟ بس كفاية. بس قلب 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 قلب. ونخش على طول على مين؟ على ست الكل، الكبدة بتاعتنا. اول ما هتحطي الخلطة دي على الكبدة شم الريحة اكنك على عربية كبدة، والريحة واصلة اخر الشارع. بصي بصي. يا دوب هستنى بس شوية لحد ما اللي انا حطيته ده ينشف خالص كده تمام. ويبقى كده خلاص الكبدة جاهزة للأكل. يلا بينا نحط على سفرتنا. بصوا، ادي الكبدة بالردة مع شوية جرجير مع شوية سلطة طحينة. حاجة كده في منتهى الجمال وتستاهل بقكم. بجد بجد مش هتندموا ابدا ان انتوا عملتوا كده. الكبدة دي الكل بيحبها، والكل بيشتريها من بره غالية جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك. بحبكم جدا.